وقفي المعلقة على باب التلاجة قبل ما تنامي. بجد فكرة اتندمت ان انا ما كنتش اعرفها من زمان. هتجيبي كده معلقة وتروحي على باب التلاجة وتوقفيها عليه بالشكل ده. وتعالي بقى اقولك على سر معظم الستات ما تعرفوش. النهاردة الفيديو مليان افكار كتيرة قوي هتعجبك وهتخرجي مستفيدة. وهاتي كده معلقة وروحي وقفيها على باب تلاجتك بالشكل ده. وتعالي اقولك احنا بنعمل كده ليه. بس كملي معايا الفيديو للاخر وتعالي نشوف مع بعض اول فكره معايا. هقولك على طريقه حلوه قوي تخلصك من الناموس. هتجيبي كده قطعه من الفحم وتسخنيها على عين البوتاجاز، وبعد كده تحطي عليها قطعه من معجون الاسنان زي ما انت شايفه. هتدخن معاكي وتقضي لك على اي ناموس او اي دبان وهموش رفيع موجود عندك في المطبخ او في شقتك. بخري بيها بقى شقتك كلها وبجد هتتخلصي من الناموس للابد. تعالي كمان هقولك على طريقة حلوة قوي تسقعي بيها اي ازازة جوه الفريزر وتحوليها كمان لتلج في اقل وقت ممكن. لو انتي مستعجلة على الازازة دي ان هي تسقع بسرعة وما عندكيش مية ساقعة او تنفع مع المشروبات، هتحطي كده مناديل زي ما انتي شايفة وتبليها مية وتدخليها جوه الفريزر. لو كانت بتتلج وبتعمل تلج في ساعة هتعمل معاكي تلج وتسقع في اقل من نص ساعة. الحركة دي بتخلي الحاجة تسقع بسرعة. جربيها وبجد تعجبك جدا. تعالي بقى اقولك على تالت فكرة. لو انت عندك فرشة اسنان سخنيها على النار وتنيها كده لورا واعملي بيها اي اماكن ضيقة زي الخشب اللي هو بيبقى فيه مثلا فراغات او رسومات. عندك صالون صالون مذهب او اي حاجة حابة تنظفي بقى الحتت الاماكن الضيقة دي، ممكن تستغلي بيها اي فرشة اسنان عندك واتنيها كده على البوتاجاز. وبجد هتبقى سهلة عليك ان هي توصل معاكي لاصعب الاماكن. وجربيها وكده استفدتي من اي فرشة اسنان قديمة بدل ما ترميها. تعالي بقى نشوف الفكرة رقم 4. لو انتي البطاطس بتبوظ معاكي بسرعة هقولك على حركة حلوة قوي تعمليها. الجو حر والمطبخ بقى حر جدا والبطاطس بتبوظ بسرعة في التربو. احسن حل ان انتي ترشي عليها رشة من النشا، رشة صغيرة كده زي ما انا عاملة. بجد بتفرق جدا، بتخلي البطاطس تقعد معاكي مدة طويلة في الحر من غير ما تبوظ ومن غير ما تعفن. جربيها وهتحافظي على كل البطاطس. تعالي بقى اقولك على الحركة دي. لو انت ما عندكيش ميكروويف وحابة تسخني اي اكل هقولك على حركة حلوة قوي تعمليها في اي طاسة عندك. بتجيبي كده ورق الفويل وتبتدي ان انت تعمليه كور زي ما انت شايفة. وممكن تستغلي ورق الفويل القديم مثلا اللي انت كنتي مستخدماه قبل كده مغلفة بيه اي حاجة ممكن تستفيدي بيه. هتعمليه كور زي ما انت شايفة 3 4 على حسب الطبق اللي انت هتحطيه. تمام. وهاتي بقى كده شوية مية وهقولك ازاي تسخني الفراخ او اي حاجة ساقعة، وده بديل الميكروويف بطريقة سهلة جدا. احنا عايزين نسخنها على البخار. فالطريقة دي لما تحطي بقى الطاسة على النار المية هتسخن والبخار هيطلع على الحاجة اللي انت حابة تسخنيها من غير ما تلمس المية من غير ما تلمس اي حاجة. ودي هتسخن زيها زي فكرة الميكروويف بالظبط. تنفع بقى لأي حاجة انت عايزة تسخنيها زي البيتزا زي الفراخ زي فطير اي حاجة معجنات او اي مخبوزات عايزة تسخنيها. اهم حاجة بس ان انت تغطيها كويس وهتسخن معاكي على البخار. جربيها وهتدعيلي. هاتي كده بقى معلقة وتعالي حطيها على باب التلاجة. ودي حركة كانوا بيعملوها زمان قبل طبعا ما تطلع الحاجات الحديثة. الأطفال طبعا بتفتح التلاجة وبتسيبها مفتوحة أو أي حد فتح التلاجة. عايزة أقولك المعلقة دي بتعمل صوت زي ما انت شايفة كده. بالطريقة دي بتعرفي لو التلاجة ابنك مثلا الصغير فتحها وسابها مفتوحة. ودي بتبقى أمان أكتر لأي طفل موجود عندك أو ابنك لو لسه صغير وما عندكيش القفل بتاع التلاجة. ارمي نوى البلح في المية المغلية. ده طلع كنز هيكسبك الملايين. بجد اوعي ترميه. حوشيه كده عندك طول شهر رمضان وهاتيه كده وارميه في المية المغلية. ده طلع بجد اختراع معظم الستات ما تعرفوش. من هنا ورايح مش هترمي نوى البلح خالص في الزبالة، لا بالعكس هتحوشيه. وتعالي بقى اقولك هنعمل بيه ايه النهاردة. في طاسة كده هتحطي فيها شوية من المية المغلية وعلى نار هادية خالص وهتنزلي بنوى البلح زي ما انت شايفة. وتعالي نعمل حاجة بجد اختراع وبتتباع بالملايين وهتعجبك جدا. يلا كده لايك حلو منك بسرعة وتعالي نشوف وصفتنا النهاردة. في طاسة هتحطي حوالي كوبايتين من المية وهتسيبيهم يغلوا زي ما انت شايفة. وهتهدي النار خالص وهتجيبي نوى البلح وتنزلي في المية بالشكل ده. اهم حاجة ان انت هتهدي النار. انا مش عايزة النار تبقى عالية علشان المية ما تنشفش بسرعة معايا وتبقى كده خلاص ملهاش لازمة. انا عايزة نوى البلح يغلي كويس جدا في المية السخنة دي. هبتدي بقى اول ما تاخد كده غلوة وبعد كده ههدي النار
هحط عليها رشه صغيره جدا من حبه البركه او الحبه السوداء، شويه صغيرين زي ما انت شايفه كده. وهتسيبيهم بقى يغلوا كويس جدا مع نوى البلح، وتهدي النار علشان الميه ما تنشفش على طول. وبعد كده هتضيفي عليها قشر البطاطس، وقشر البطاطس ده مغسول ومنقوع حلو جدا في الميه بنقطتين خل كده وشويه ميه تغسليهم. وبعد كده صفيهم كويس جدا، وهاتيهم بقى كده مع نوى البلح وسيبيهم يغلوا مع الميه دي. قشر البطاطس هينزل طبعا شويه من النشا. هتحطي معاهم عود من القرفه، وهتسيبيهم يغلوا تماما وعلى نار هاديه زي ما اتفقنا. اول ما تلاقي بقى اللون الميه بدأ يغير والبطاطس نزلت النشا اللي موجود جواها والميه نشفت شويه، بصي الميه بقت عامله ازاي، لونها غير، هتسيبيها بقى تبرد تماما. عايزه اقولك الوصفه دي بجد اختراع، انا حبيت اقولها لك قبل العيد اهو بحوالي 20 يوم علشان تلحقي ان شاء الله تنفذيها قبل عيد الفطر. كل سنه وانتم طيبين. هسيبها بقى تبرد تماما، وبعد كده هصفيها وهشيل كل الشوائب دي، وهشيل القشر والنوى دول خلاص انا مش محتاجاهم، انا خدت الخلاصه بتاعتهم خلاص في الميه. هصفيها كويس جدا علشان خساره اي ميه تضيع مني او اي حاجه من الخلطه دي. بجد دي بقى جباره يا بنات، هتعمليها قبل العيد ان شاء الله ابتداء من النهارده، وهتحطيها كده ببخاخه، وكل يوم الصبح باذن الله كده بعد ما تتوضي خلاص وتخلصي كل حاجه تبتدي ان انت ترشيها على وشك وتسيبيها تنشف. ده احلى غسول ممكن تغسلي بيه وشك الصبح، بجد روعه، بيفتح البشره بينعمها. يعني هتبقي على العيد كده ان شاء الله هتبقي بشرتك فاتحه جدا. لو انت كمان عروسه وفرحك بعد العيد، جربي بقى لمده 20 يوم الوصفه دي، تفتيح وتنعيم البشره من غير بقى مستحضرات تجميل. بجد كده هتبقى بشرتك مشدوده وناعمه وبيضه، جربيها وهتدعيني. ودي كده كانت اول فكرة. تعالي بقى نشوف الفكرة اللي بعد كده.